السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة فلوغوتاوي البيتي شانيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد اللي نزل على قناة. الا كنتوا باقي ما مشتركين في القناة فمرحبا بكم. كنقدم لكم وصفات متنوعة، فيديوهات مفيدة، فلوغات، مشتريات وبزاف ديال النصائح. فيديو اليوم غنشارك معكم طريقتي المعتمدة في تحضير الملوي مخمار اللي كيجي رائع بزاف بزاف، كيجي مقرمش ومرمل من برا ورطب من الداخل، كيدوب في الفم. حتى الناس اللي ما عندهمش سنانهم راه ياكلوا حبه وجوج وثلاثه. كيجي هائل هكا مع زبيده بلديه وعسيله حره، يا سلام. فتابعوا الفيديو من الاول للاخير باش نعطيكم المقادير وطريقه التحضير، وما تنسونيش من لايكاتكم، ولكم جزيل الشكر. ونبداو على بركة الله. يا اما كتستعملوا العجانه اولا كتعجنوا بيديكم. المهم القياس اللي غادي نستعمل هاد الزلافه هذه بحال الزلافه اللي كنستعمل في الحريره المغربيه. غادي ناخذ جوج زلايف ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، يكون نوعيه ممتازه، وزلافه من الدقيق الفينو حتى هو يكون ماركه زوينه اللي يخلي لكم العجينه ديالكم كتجي بنينه وما كتقطعش. كاينين الحمد لله دابا بزاف ديال الماركات اللي زوينين ديال الفينو، كاين كنز، مزيه اولا الاتقان. المهم غادي نستعمل القياس الكافي ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز يابسه. الا كانت عندكم خميره طريه تقدروا ديروا 20 غرام. وغادي نستعمل واحد المعلقه كبيره ديال العسل، يكون حتى هو نوعيه جيده، منها كيعطينا المذاق وصحي وكيعطينا اللون غزال للمخمرات ديالنا. وغادي نستعمل تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب دافي باش كيطري لنا العجينه، وفي نفس الوقت كتجي بنينه وصحيه. وغنبقى كنعجن وفي نفس الوقت كنضيف الماء دافي، خصوصا دابا حنا في الوقت ديال البرد، باش داك الخميره مع العسل كدير المفعول ديالها. وخصنا نعجنوا العجينه مزيان، تكون قاصحه ومدلوكه. هكا راه ماشي تشوفوها خفيفه كتلصق، راها قاصحه ولكن مخدومه مزيان. غادي ندوز دابا باش نشكل كويرات، وانتم غتشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش كتكون مطاطيه ما شاء الله. كنخدموا بها بين يدينا كيف ما بغينا، ما كتقطعش نهائيا، وهذا هو سر من اسرار نجاح هاد المخمرات. غادي نشكلوا كويرات على حسب القياس، بغيتوهم صغيورين ميني، بغيتوهم كبارين، انا درتهم شويه متوسطين. تبارك الله كتاخذ غير حبه وحده راه كتشبع، لان ملي كنطيبوهم راهم كيزيدوا كيتنفخوا. كنشكل القطع ديالي بهذا الشكل هذا يجيو متساويين. هذا القياس ديال الدقيق والفينو خرج لي 8 ديال القطع. من بعد كندهن واحد الصينيه اللي غندير فيها القطع ديالي، وندهنهم بشويه ديال الزيت وواحد الكيس بلاستيكي من الفوق. وغادي نخليهم يرتاحوا غير 5 دقائق على ما كانوا جد ليدام، ونمسح البلاصه ونقاد اموري. غادي نحتاج للزيت المائدة باش غادي نطلقهم، وشوية ديال الزبدة. غادي ندوب غير القياس، وكل ما كنحتاج كنزيد ندوب باش ما كتبقاليش الزبدة دايبة. ومن الأحسن تكون زبدة حيوانية. وغادي نحتاج الفينو هو باش غادي نرش. المخمرات كنخليهم يرتاحوا قلت لكم غير 5 دقائق، ما كنخليهمش يفوتوها باش ما يخمروش ويجيونا بحال الخبز وما كتجيناش العجينة ناجحة. وهذيك ال5 دقائق كنخليهم غير باش العجينة تعطينا الطعم ملي نكونوا كنطلقوها. هانتوما كتشوفوا العجينه كتولي شفافه وما كتقطعش نهائيا، كنجروها شحال ما بغينا. انا غير ما بغيتش نحيد الزيت والفينو من تما باش كيدخلوا في الاطار ديال التصوير، يبقاو باينين. ملي نكون كناخذ الحاجه تعرفوا شنو كنهز. من بعد ما كنطلق العجينه ديالي كنرشها بالزبيده، غير القياس الكافي اللي يدهن لي الوجه ديال العجينه كامله. انا ما كنكثرش ليدان باش ما كيجيوش المخمرات اولا المسمنات بصفه عامه، ما كنبغيهمش يكونوا ميدمين باش ما كيقهموناش. وكنلوي العجينه على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا، حتى كنسالي القطع كاملين. وكتعجبني هاد الطريقه هذه ملي كنبقى نجر العجينه الطرف ديالها، لان الوسط كيتصدق والطرف هما اللي كيبقاو غلاضين، فملي كنجرهم بديك الطريقه الطرف حتى هما كيطلقوا. وغنستمر حتى نسالي القطع كاملين. وكتعجبني هاد العمليه ايضا، ملي كنطلق العجينه كنولي نقلبها للجهه الاخرى ونولي نقلبها باش كتعطينا الطوع، كنتعاملوا معها كيما بغينا. ودائما بنفس الطريقه كنرشوا زبيده وكنرشوا الفينو. هانتوما الليدان ما كيخرجش نهائيا على العجينه، قلت لكم القياس اللي يخلي لنا الطبقات ما يجيوش ملاصقين على بعضياتهم فقط. كنحط المخمرات ديالي وحده على وحده ملاصقين مع بعضياتهم، راهم ما كيتلاصقوش لان فيهم ليدان. حتى كنسالي القطع كاملين، وعاد كندوز نبدا بالحبه الاولى اللي شكلت، هي اللي غادي نطلقها لانها كتكون ارتاحت وكتعطينا الطوع باش نلويوها. ما تصوروش هاد العجينه شحال كتجي رطيبه في الخدمه ديالها بحال القطن، كدوب الصراحه بين اليدين.
كنعاودو نطلقو هاد الشريط هذا اللي شكلناه باش ما كتبقالناش العجينة غليظة في الوسط، خصوصا داك الوسط اللي كيكونوا فيه اللفات كتر من الجناب، لان العجينة تقريبا كانت على شكل دائري ماشي مربع. ومن بعد ما كنطلقها كنرش شويه ديال الزبيده والفينو وكنلوي ويدي مرخوفه، ما كنلصقش اللويات مع بعضياتهم باش كيبقى لنا المجال فين كيوقع التوريق. ما تنساوش راه فيهم الخميره، خصهم يعني البلاصه فين يزيدوا ينتفخوا. وعلى فكرة إلا بغيتو ديروا دي ميني مخمرات ملي كتوصلوا لهاد المرحلة هادي وكتقطعوا العجينة كيمكن لكم تقطعوها على 2 ولا 3 ولا 4، كتنقصوا عليكم الخدمة وكتشكلوا من شريط واحد 3 ولا 4 ديال الحبات. ودائما كنسالي نفس المرحلة لجميع القطاعات، كندوز للمرحلة الموالية. هنا كنجمع الجناب كيف ما شفتوا وكنضغط عليهم شوية وكندهن الوجه باش ما يعني يبش ويجيونا ناشفين من الفوق، وكنحطهم على جنب. وشوفوا تبارك الله العجينه شحال ناجحه مهويه ورطيبه في اليد كما سبق لي وقلت لكم. هنا غندوز نقطع واحد المربع ديال ورق الزبده، غنديرو تقريبا على شكل دائري اولا على قد المخمرات ديالي باش يجيوني ساهلين نهزهم ونديرهم في المقيله فاش غيطيبوا. كندهنو بالقليل من الزيت باش ما تلصقش العجينه فيه، وكنطلق الفطيره ديالي غير بشويه باش كنحافظوا على داك التوريق. وتبارك الله الهواء اللي كيكون فيها نتوما تشوفوا الجناب ديالهم كلهم كيكونوا هكا مبوقين باش تعرفوا العجينه ناجحه ما شاء الله. وهنا كيبقى لكم الاختيار، بغيتو المخمرات يجيوكم رقاق او لغلاط كتدقوهم على حسب الرغبه ديالكم. انا تقريبا كندقهم غير 2 ملم وتبارك الله ما شاء الله كينتفخوا ملي كيطيبوا. من بعد غنسخنوا المقيله ديالنا مزيان، ما غاديش نشعلوا عليها النار تكون قويه، لا، لان غير ديروا هذه القضيه هذه تحطوا المخمره ديالكم غادي تشوط من برا وتبقى خضره من الداخل. خصها تكون سخونه على نار متوسطه حتى النار شويه ضعيفه. هكا ملي كنديروا المسيمنات ديالنا كيطيبوا على خاطرهم. كندير شيشه ديال الزيت كيف ما شفتوا، كنحط المخمرات ديالي غير شويه بحال الطريقه ديال الملوي اولا المسمن، وكنبقى كنقلب وانا كندور حتى يعني كياخذوا اللون ديالهم اللي خصو يكونوا عليه. وما نقولكمش على التوريق والخفه اللي كتكون فيهم ما شاء الله كيجيو مهويين من الداخل. أما الريحة ديالهم كتشهي، يا سلام يا سلام، ما مستحيل ملي تكونوا كطيبوهم ما تمشي لكمش واحد الحبة ولا 2 غير في الدخان. ملي كيكونوا سخونين هكا ومقرمشين راه كيجيو بحال الخبز ديال المطلوع ديال شحال هادي اللي كيكون مصوب بالطريقة التقليدية، ما تشبعوش منهم. خصوصا الا كنتم متوفرين على الزبده بلديه والعسل ما شاء الله وكويس داتاي وقهيوه، يا سلام كتنقص غير اللمه مع الحباب. وفي نفس الوقت ملي كتكون شي حبه كطيب راني كندوز ندق الحبه الاخرى. فمن بعد ما كنشوف الحبات ديالي طابو كنحاول نضربهم بهذه الطريقه هذه باش كيحافظوا على داك التوريق اللي فيهم. انا راه كيجيوني سخونين ما قدرتش عليهم الصراحه، كنحاول نخليهم حتى يبردوا شويه عاد كندير هذه العمليه هذه، ولكن كنرى التوريق باين لكم ولا داعي انني نبقى نشرح لكم الطريقه كيفاش. وكيمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد، ما طيبوهمش بزاف بحال كيما درت انا لان حنا كنا باغيين نفطروا بهم فما كنتش محتاجه يعني نحتفظ بهم. ملي كتخرجوهم كتزيدوا تحمروهم شويه راه كيجيو بحال لا يلاه طيبتوهم ديك الساعه. صافي كنستمر بنفس الطريقه، الا شفتهم غلاضين شويه كنطبطب عليهم بيدي كنقادهم يجيو متساويين ماشي بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه، وما كنخليهمش يطيبوا بزاف من التحت دغيا كنقلبهم للجهه الاخرى وكنستمر في التحريك. هذا هو سر النجاح والتوريق ديالهم. كنتمنى ما نكونش بخلت عليكم بشي نصيحه، حاولت نعطيكم الشرح من القلب باش تنجح معكم هذه الوصفه وتجربوها، وانا اكيد غادي تولي معتمده عندكم. ما تنسونيش من لايكاتكم احبابي، وقولوا لي في التعاليق الراي ديالكم او الا جربتوهم كيفاش صدقوا معكم باش الناس اخرين يقدروا يستافدوا من التجارب ديالنا. فما تنسونيش احبابي من لايكاتكم وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، ونقول لكم تهلاو لي فراسكم للفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.